اهلا بيكم مره ثانيه في تشيس كلاب، ورجعنا لكم بجيم تاني لواحد من افضل لاعبي الشطرنج في فتره الخمسينات والستينات. لاعب اتشهر بعد ما لعب مع بوبي فيشر اكتر، لاعب روسي بيلعب النهارده بالابيض مارك تيمانوف ضد بوبي فيشر بالاسود. والجيم اللي هنشوفه النهارده اول جوله من الماتش مكون من 9 جولات، فده اولهم. وقبل ما نبدا الجيم يا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك. فخلينا نبدا الجيم. بدا هنا مارك بالدي 4، رد عليه بالنايت على الاف 6، ودلوقتي سي 4، وهنا جي 6 بيجهز البيشوب بتاعه يطلع من على الوتر ده ويلعب الكينجز انديان ديفنس فيشر. فنايت دلوقتي على السي 3 مكمل انتشاره، بيشوب على جي 7، ودلوقتي على طول اي 4 بيجهز ان هو يزق عسكري الاي 5 ويطرد الحصان من المربع ده، فمنعها فيشر بالدي 6. وهنا نايت على الاف 3، وعلى طول هنا بقت فيشر بيشوب على الاي 2 وبيضرب الوسط فيشر. بايت دلوقتي تيمانوف ما اخدش عسكري بعسكري، وهنا نايت على السي 6. دي 5 على طول بيطرد الحصان، رجع النايت على الاي 7، ودلوقتي بيشوب على الدي 2 مكمل انتشاره. نايت دلوقتي على الاي 8. فكره نايت على الاي 8 ان هو عايز يزق العسكري ويفتح الفايل ده للرخ تشتغل منه عمود الاف. فروك دلوقتي على السي 1، الفايل ده برضو ممكن يتفتح في اي وقت بالسي 5. فهنا لعب له على طول اف 5 فيشر، اخد بالعسكري ودلوقتي اخد بعسكري جي. ودلوقتي انت ممكن تستغرب هو ليه اخد بالعسكري وما فتحش الفايل للرخ تشتغل منه، فهتعرف دلوقتي. نايت على جي 5 دلوقتي، ودلوقتي اتش 6. الفكره من نايت على جي 5 اصلا ان هو يجي على المربع ده طالب الرخ وطالب الوزير. ايوه الحصان بيتاكل، ده اللي اتلعب في الجيم فعلا، اخد بالفيل اخد بالعسكري، ولكن لما يجي يطلب العسكري وينشغل ان هو يكسبه فيشر، فالابيض بيكون جاهز هجوم على الملك. فخلينا نشوف اللي هيحصل. كوين دلوقتي على البي 3، ضاغط على العسكري البي 7. لو اخدت العسكري هنا فبياخد طبعا هنا على البي 7، فعلى طول بيلعب له سي 6. نقله حلوه جدا. فكره ان هو عايز يجي بالنايت على السي 7 وياخد العسكري هنا، وكمان مسك مربعات الحصان، مسك مربع الدي 5 ومسك مربع البي 5، والمربع ده كمان ممسوك، فالحصان دلوقتي ما بيتطورش لقدام الا من هنا، وكمان ملوش مكان يروحه بعد كده. فالمهم هنا لعب له بيشوب على الاتش 5، عايز يجي له كش ملك. لو كمل في خطته فيشر بيجي له كش ملك وبيحمل عسكري بعد ما بيزق العسكري ده طبعا. فالمهم هنا اخد فيشر على طول على الاي 6، اخد على البي 7، ودلوقتي نايت اف 3 هات الفيل بتاعك. رجع بالبيشوب على الاي 2، ودلوقتي الروك على البي 8، هات وزيرك وهات عسكري البي 2 من بعده. فالمهم هنا كوين على الاي 6، ودلوقتي الروك تيكس على البي 2، وروك دلوقتي في الدي 1 داعم الفيل بتاعه بما انه كان مطلوب. فهنا لعب فيشر اي 4، واي 4 يعني حلوه. فهنا الابيض لو بصيت للوضع دلوقتي فهو عنده اكتر من طريقه عشان يكمل الجيم. القطع بتاعته نشطه، يعني عنده هجوم مش بطال، ولكن خلينا نشوف ايه الافكار اللي ممكن يكمل بيها. عنده حاجه زي البيشوب هنا كده مثلا على الاف 4، وبيجي له دلوقتي نايت على جي 6 طالب الفيل، فانت بتضطر تاخد بالرخ او ممكن تاخد برضه بالبيشوب، ولكن بعد كوين هنا على الاي 7 طالب الرخ والفيل بتاعك مطلوب. لو حاولت ترجع بيه تحميه فبتخسر برضه طبعا، يا اما الرخ يا اما الفيل، فيعني مش احسن حاجه برضه. ممكن تاخد بالفيل هنا، ولكن برضه انت مش مضحي بعسكري عشان يعني برضه تحاول تعوضه، انت مضحي بعسكري عشان تعمل هجوم على الملك. فخلينا نشوف هيكمل ازاي الدور. ما لعبش النقله دي دلوقتي، هو جاله الاول كوين على الاي 3 طالب الرخ. وركز في الكام نقله الجايين دول وشوف دقه اللعب. روك على البي 7، ودلوقتي بيشوب على الاف 4 طالب العسكري. الرخ لو رجعت هنا في البي 8، فالعسكري دلوقتي ما كانش يقدر يزقه فيشر زي ما حصل في الجيم ويحميه، لان العسكري دلوقتي كان هيبقى مطلوب بثلاثه بالبيشوب وبالوزير وبالرخ كمان، فما كانش بينحمي وما كانش بينزق، لان الرخ كانت هتروح على البي 8. فنقله حلوه جدا الروك على البي 7، فلعب له هنا فيشر الدي 5، اخد سي دي 5 سي دي 5، ودلوقتي النايت على البي 5. فكره نايت على البي 5 ان هو عايز يجي على مربع السي 7 طالب الوزير وطالب الرخ، ولكن يعني يقدر يعملها ولا لا. هو جاله هنا فيشر دلوقتي نايت على جي 6 هات فيلك. وهنا عنده اكتر من طريقه برضه عشان يكمل الدور. اولهم نايت على السي 7 طالب الوزير وطالب الرخ، فالمهم بيرجع له هنا
على الاف 7 طالب حصانك، فبياخد الحصان هنا الرخ، ودلوقتي بياخد هنا، والحصان دلوقتي بتاعك اتحشر. عندك نقله واحده عشان تحرره، وبيشرب على الايه 6 طالب الرخ. لو رجعت هنا طبعا فما بتنفعش، لان بيجي لك هنا على الدي طالب الوزير طالب الرخ وطالب الحصان، بتاخد الرخ بالرخ على الايه 8، فبياخد الحصان بتاعك، والابيض متفوق برخ كامله، فما بتنفعش. فاحسن نقله عندك ان انت تيجي بالرخ على الدي 7، فبيرجع لك بيشوب على البي 5 هترخك، فبترجع تطلب الحصان، فبيرجع دلوقتي النايت على السي 7 والحصان بتاعك هرب. فبرضه يعني مش ده اللي اتلعب. كان برضه ممكن يقدر يحمي فيشر او تيمانوف، يحمي من النقله بتاعت فيشر بالكوين على جي 3 بما ان الفيل مطلوب، ولكن عنده نقله حلوه جدا. فيشر ضربه تكتيكيه جميله، نايت على الاتش 5، هات وزيرك وهات الفيل بتاعك، طالب الفيل باتنين دلوقتي، فاجباري ان انت تاكل بالبيشوب على الاتش 5 عشان ما تخسرش قطعه. ودلوقتي بياخد بالنايت، بتاخد بالكوين، ودلوقتي الحصان بتاعك بما انه خلاص ما بقاش محمي، البيشوب دلوقتي واقف على الاتش 5 اللي كان حامل الحصان، فبياخد الحصان بيرجع القطعه بتاعته. وغالبا دلوقتي بيجي لك يكسر وزراء بعد الروك على السي 7، بيجي لك كده يكسر وزير في وزير، بتكسر، والاسود وضعه حلو جدا. فبرضه ده كله ما اتلعبش. هو هنا جاله النايت على الدي 4، هات وزيرك. بعد نايت للجي 6 جاله نايت على الدي 4، هات وزيرك، فرجع الوزير دلوقتي على الدي 7، كوين على الدي 7، ودلوقتي كوين في الاي 3 داعم الفيل بتاعه بما انه كان مطلوب. ودلوقتي كينج على الاتش 7 واتش 3 بيفرغ مربع للفيل بتاعه، كمان مربع للملك ممكن يهرب منه، وكمان مانع نطة الحصان هنا عشان برضه ما تبقاش مزعجة في اي وقت. فالمهم هنا جاله فيشر روك على الاف 8، روك على الاف 8، وكان عليها بيشوب على الاي 6، هات الرخ بتاعتك، بيجبر الرخ ان هي تبعد من على الصف ده وما تقدرش تنزل هنا طبعا، فبيطلع له دلوقتي على البي 6، ودي كانت خطة تيمانوف، لان بعد روك على السي 7 طالب الوزير، فالوزير دلوقتي بيهرب على الاي 4، هات فيلك وهات الرخ بتاعتك، ودي كانت خطته فعلا. فاخد هنا بالرخ، ضحى بفرق، اخد بالكينج، اخد هنا على الاتش 6 كش ملك، كشف الاف 7، ودلوقتي الرخ بتاعتك مطلوبه. فهنا طبعا عشان هياخد بكش هنا، فرجع حمى من الاي 2، ودلوقتي الروك على البي 8 عايز ينزل يكسر الرخاخ، فاخد هنا تيمانوف على الاف 5، اخد هنا او نزل له على البي 1 عايز يكسر، وهنا اول نقله وحشه تيجي من تيمانوف. كان هنا المفروض يكمل بكينج على الاتش 2، ولكن غالبا يعني هو كان الوقت ضيق فعشان كده ما شافهاش، لان بعد ما بياكل هنا تاخد بالبيشوب طالب الوزير، بياخد بالكوين، بتنزل له دلوقتي كش ملك طالب الرخ، بيكش هنا لان لو راح على الجي 8 طبعا بياخد كش مات في واحد، فنايت دلوقتي على جي 7 كش ملك، اونلي موف ان هو بيجي على الاسود، بتاخد دلوقتي الرخ بكش، بيجي هنا كش ملك بيرجع، ودلوقتي بيشوب على الاي 3 طالب كش ملك مات، ملهاش حل فعلا مهما لعب الاسود، فطبعا ملهاش حل. فهنا برضو النقل ده كله ما اتلعبش وهو ما شافهاش عمنا تيمانوف. اخد هنا رخ برخ، اخد بكش ملك، كش دلوقتي الملك، ودلوقتي كوين على الدي 7، هات الحصان بتاعك. وكان برضو عنده احسن نقله ان هو يلعب الجي 4، لان الحصان دلوقتي قطعه هجوميه جميله جدا، واقف في مربع حلو، ولكن لعب هنا نايت على الدي 4، فكوين دلوقتي على الدي 6 كش ملك، فبيلعب له الجي 3 مغطي الكش ملك، ودلوقتي كوين على البي 4، طالب ايه بيكون على البي 4 عايز يجي في الاي 1 ويجي هنا يديله كشمات او كشمات من الاتش 1، فبيحميها بالنايت من على السي 6، ودلوقتي كوين على البي 6 عايز يكسر وزير في وزير، فبيرفض التكسير او خلينا نقول ان هو بياخد عسكري، فاخد هنا فيشر، اخد بالبيشوب. ودلوقتي وقف الفيديو وحاول تجيب النقله اللي لقاها فيشر، والنقله اللي بتخلص الدور فعلا.
واعمل لنا لايك برضو بما انك يعني موقف الفيديو. النقله هنا اللي لقاها فيشر روك على الاي 1 طالب الفيل. طبعا لو الفيل هرب هو دلوقتي يسلم تيمانوف، فلو الفيل هرب هنعرف ليه يسلم. فدلوقتي النايت على الاي 5، والزقه دي دلوقتي ما بتتمنعش، ما فيش حاجه بتمنعها فعلا، لان خلينا نقول مثلا ان هو يلعب كده فبيزق عليه، لو اخدت فبيجي لك كش ملك وبتخسر الفيل بتاعك، والعسكريين ما بيقفوش. انت معاك ميزه الفيلين، بس هي دلوقتي مش ميزه طبعا، يعني رخ فالاسود يعني يكسب. فعشان كده سلم بعد نقله الروك في الاي 1. بتمنى ان انت تكون استفدت، ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، تعمل شير، ولو عايز تشوف جيمات تانية هتلاقيها على شمالك، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.